في مستواها الفني أيضا. كابتن إسماعيل، يعني في هذه الأجواء المهيبة التي لا أدري إلى أين ستحفز اللاعبين أو سترعب بعض الصغار السن منهم، هل سيعتمد الأهلي على التنظيم الدفاعي واللعب على المساحات خلف دفاع الهلال استبدادا من خبرة كوزمان بالفريق السعودي؟ الجميل في الأهلي عدم المبالغة في الدفاع. يمكن فريق النادي الأهلي عامل توازن جميل في أرضية الملعب، مثل ما قلت لك انطلاقات اسماعيل الحمادي للأمام مع أحمد خليل، إيفرتون، ليما، بالإضافة إلى وجود ماجد حسن، حبيب الفردان ك يعني متوسطي خط الوسط. أنا أعتقد أن اليوم المسؤولية على أحمد خليل وليما أكثر في أنهم يعني يساعدون زملائهم في الخلف ومن ثم الانطلاق للأمام. إذا قلنا اسماعيل الحمادي يمكن يعتبر واحد من الكي بلايرز بالنسبة لكوزمن في التعامل مع حبيب الفردان وماجد حسن في يعني الرجوع لخلف وسط الملعب يعني لتغطية ماجد حسن وحبيب الفردان. نعم، بسرعة كابتن عبد الله، هل أهم للهلال اليوم أن يسجل أهداف كثيرة أو أن يذهب إلى دبي بشباك نظيفة؟ والله يسجل اهداف كثيره ولا لا الاثنين طماعا. كابتن ابراهيم، توقع سريع قبل ان نشوف. الهلال لو فكر يسجل اهداف كثيره لربما لن يسجل شيء. هو يفكر ان يحرز هدف واحد لربما يحافظ عليه ومن ثم يبني خطواته القادمه، لان امام فريق بخطوره هجوم الاهلي مهم ايضا قضيه الشباك النظيفه. اذا مستمر التشكيل الجماهيري الرائع بلوحات الخلفية، وبالتالي جماهير الهلال اليوم حتى الآن قامت بواجبها على أكمل وجه. سننتظر